لا يزال العبد غارقا في شهواته وملذاته وهو يؤجل التوبة يوم بعد يوم حتى يفجأه ملك الموت فيقبض هذه الروح، فيندم على عمره الذي مضى في معصية الله، ويتمنى العودة والرجوع إلى الدنيا من جديد، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن يأتي الخطاب عكس ما يتمنى، فيقول الله جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبدار بالتوبة وإياك والكسل والتسويف. فكم في المقابر من قتيل سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أترك الحرام، سوف أستقيم على طاعة الله، سوف أرد المظالم، سوف أتحلل من كل من ظلمته. فإن سوف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة الله. فمن لم يتب هنا سوف يتحسر هناك، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالبدار يا أخواني، فوالله هناك لا ينفعك الحسرات ولا الآهات، قضي الأمر.